مرحبا بكم في خيمتي. جيتكم اليوم بوصفة الجرانولا اللي حضرتها بطريقة صحية. أول شي عندي ان بول ولا طاس من الشوفان فلوكون دافوان، كمية من الجوز، اللوز، البيستاش، شوية من البينيون اللي كنت كسرتهم بالموس. حطيت 3 مغارف كبار من جوز الهند. بالنسبة للزرارة حطيت شوية من حبوب الشيا، الجلجنة، زرعة الكتان وبذور الكابويا. نخلطهم مليح ونحطهم في سنيوة وندخلهم للفوق باش يحماروا. جو لي في توريفي. تقدروا تستعملوا اي نوع من المكسرات وما تتقيدوش بالكميه. من جهه اخرى حطيت 150 غرام من الشوكولا نوار دوب دون ان بان ماري. بالنسبه لي تكون فيه نسبه الكاكاو تكون عاليه من الاحسن. انا استعملت 85%، وكي تذوب الشوكولا زدت عليها مغرفه صغيره من زيت جوز الهند. هنا بعد ما الحبوب تاعي اللي درتهم تحمصوا نزيد عليهم كميه من الزبيب الاصفر والاسود. تقدروا تزيدوا حتى المشماش ولا العينه ولا الكرموس اللي عندكم. انا كان عندي التمر، نحيت له العظمه وقطعته صغير ونزيد ندخلهم للكوشه لمده 5 دقائق برك. بعد ما نخرج السنيوه تاعي من الفوق فرغت الخليط دون ان ريسيبيون، حطيت عليهم غرفه من العسل التمر، تقدروا تستعملوا العسل الحر. نخلط ونحط هذيك الشوكولا اللي ذوبتها ونخلط مليح كامل الحبات يتغلفوا بالشوكولا. وهاي لك النتيجة مع شوية حليب ولا ياغورت طبيعي وشوية فاكهة وانتوما. خديتو فطور صباحي مشبع وغني بالفيتامينات، والأهم يكون بمكونات صحية وخالية من السكر، توالم لولادنا خاصة اللي راهم مقبلين على فترة امتحانات. ما تنساوش في الأخير تخليوين كومنتاري يفرحني ويشجعني وابونيو.